إذا تريد أن تتناقش تفضل. اوكي ماشي مشكل. انا لدي كلمه من فضلك من الصبح. نكمل دقيقه حق الرد خويا العزيز. لحظه باقي للاخ كلام الامانه. باقي لي. اولا اسعد شرعي انت قلت انهم تمهل يا حبيبي. كيفاش اتمهل يا ابن الريف؟ الكلام اللي زين. دوري الكلام اللي زين لم يكتمل دوره. أكمل. بارك الله فيك. المهم أنا سأنزل ما في مشكلة. تفضل الله يوفقك. الله يعاونك. مع السلامة. اولا اسعد شرعي انت قلت انهم لم يحلفوا ومن بعد كي ورينا الكلمه انهم حلفوا على صحيح البخاري. ما قلت انا ما قلت. معليش هما قبلوا اسمع اسعد، هما قبلوا اليهود ولم يقبلوا الشيعه، وكاين ظاهر شريفه في 1926 الممنوحه من طرف الاتحاد الاسرائيلي وين لم تكن هناك دوله اسمها اسرائيل بالمفهوم الحالي، يعني عندهم علاقه جد وطيده مع اليهود، يتقبلوهم وما يتقبلوش الشيعة، بالرغم من أنه الدكتور منار سليم يتكلم، كاين فيديو موجود على اليوتيوب يتكلم يقول هناك أزيد من 600 ألف شيعي في المملكة المغربية الشريفة، بينما اليهود عندهم علاقة جد وطيدة، والدليل هو كاين نصب تذكاري في تل أبيب باسم الحسن الثاني هناك. خليني نتكلم. والله غير نجيب لك، والله العظيم غير نجيب لك، نعطي لها الفيديو. 90% خليني نتكلم. خليني نكمل. في كل شيء بقيه الاعراف. خليني نكمل اخت فقط. خلاص يا المهره، عندك كلام الدكتور منار السليمي. خلينا نكمل المداخله فقط. يتقاطع فيا الاخت ما فهمتش عليها، هي متعصبه. هل لديك؟ طيب انا عليك تكمل. عندي فيديو عندي. اصلا انا اللي كان عندي حق الرد عليك، لانك انت اللي درتي المداخله وانا باقا ما رديتش عليك وعاودت خديت في الكلمه. هذا الله يفتحك ولا تاع اسعد؟ انا اللي اعطيته حتى يكتمل وقته، هو باقي له وقت. انا وقفت بعد المصادر حتى اعلق على المصادر، لكن هو يكمل وهو مطالب بكلام المنار السليمي ما لم يكن مردود عليه. نعطي لك منار سليمي دقيقة. منار سليمي أزيد الشيعة، هاي منار سليمي الشيعة تكلم قال هناك أكيد دقيقة. منار سليمي الشيعة في المغرب. بعتوه لي دقيقة فقط. أوب نورمالمون هذا هو، ها هو. افتح الكاميرا. اكيد هوب. نقلب الكاميرا فقط. حوالي 600 ألف هي موجودة في المغرب. أتحدث عن الشمال بالخصوص. افتح اليوم رقم يقول انتظر دقيقة نقلب الكاميرا. 600 ألف هي موجودة في المغرب. أتحدث عن الشمال بالخصوص. ها هي. هناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي 600 ألف هي موجودة في المغرب. أتحدث ماذا كم رقم؟ لحظة هذا ملعوب فيه. لحظة. موجود. شغل المقطع. أكيد. هناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي 600 ألف هي موجودة في المغرب. أتحدث نعود 600 ألف شيعي. دقيقة نعودها من فيديو واحد آخر، هذا موش واضح باسكو أنا شفت فيديو واحد آخر. 600 ألف ولا 600 مش واضح. 600 ألف شيعي ها هو. أيضا اليوم هناك تقارير تتحدث عن اختراقات كبيرة في بلجيكا بالخصوص للجالية المغربية، ثم هناك رقم آخر بدأ يروج حول المنطقة المغاربية، أتحدث عن المغرب والجزائر. فهناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي 600 ألف شيعي موجودة في المغرب والجزائر. لا هو شوف. لا اسعد الفيديو انا اعرفه، يجب ان يكمله حتى يعطينا الرقم في الجزائر. يعطينا الرقم، هو مقيم في الجزائر ويتكلم على بلاده. لا يتكلم على بلاده، هو جزائري. يتكلم عن رقم في الجزائر. انا اقوله لك، هو جزائري. هل لك الشجاعة على ان تكمل الفيديو ليقول الرقم في الجزائر؟ هل هو جزائري؟ نكمل نكمل الفيديو. بدأ يروج حول المنطقة.
اكيد افتح الفيديو وخليك. ايضا اليوم هناك تقارير تتحدث عن اختراقات كبيره في بلجيكا بالخصوص للجاليه المغربيه، ثم هناك رقم اخر بدا يروج حول المنطقه المغاربيه، اتحدث عن المغرب والجزائر، فهناك اليوم رقم يقول بان هناك حوالي 600 الف شيعي موجوده في المغرب. ايضا اليوم هناك هذا اللي موجود يتكلم على 600 ألف شيعي. توقف الفيديو، توقف. انا غنفهم. لا ما تلعبناش. لا ما تفهمينيش. خليني نكمل المداخله اختي. اسمعي نكمل المداخله وبعد تكلمي. المورا خليني عشان لا تؤخروا، باقي لك دقيقتين اكمل فيها ما تشاء. بارك الله فيك. ثانيا انا قلت لك نبعتك تتحقق من واحد المعلومه انه يوجد نصب تذكاري في تل ابيب باسم الحسن الثاني امير المؤمنين حامي المله والدين، او موجود، وكاين شارع مسمى باسمه، يعني هم قبلوا اليهود ولم يقبلوا الشيعه. هذه كاين اشكال، وانا نشوف بلي تناقض، هناك شيعه هناك يهود، يعني من كل الاصناف. اما بالنسبه اللي كنت تتكلم على جوجل والبحث في جوجل من هو الشعب الذي لا يمكن ان تثق به، هناك حصه تلفزيونيه مغربيه تكلمت على هذا الموضوع وجابت دكاتره وتكلمت نحن هم لو بوبل لو بلو مالونيت، معناتها الشعب الذي لا يمكن ان تثق به، موجوده وحصه تلفزيونيه، يعني هذا مصدر مش جوجل، فهمتني؟ جميل هذا ما جميل. اما جميل. بالنسبه خلينا نكمل على المساعدات. لحظه اوكي خلاص انتهى وقتك، يعني خلاص عليك ان تعترف الان ان كل رؤسائك اغبياء.